احنا شفنا الفريق في اخر كام ماتش، مش هتكلم عن الماتش الوديه، انا هتكلم عن ماتش كاس العالم. اول ماتشين ما كانش بيلعبوا جماعه خالص، كل اللعيبه كانت بتلعب لنفسها وعايز يلعب، عايز يجيب جون، عايز يظهر اعلاميا. لا، بيراميدز اللعيبه نازله، هي بطله افريقيا، هي اللي هتنزل تكسب الماتش، يعني هتكسب الماتش. وفي الاخر اتعادلت مع وادي دجله، لسه فريق صاعد. لاعب عظيم بامانه الله، ومن احلى الصفقات اللي جابها الزمالك السنه اللي فاتت دي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا، مفيش كلام. قول لي تشكيله النادي الاهلي الانسب اللي نقارن بيها تشكيله الزمالك حاليا. الانسب بالنسبه لي حاليا ايه؟ طبعا عندك محمد الشناوي حراسه المرمى، عندك محمد هاني، فعندك محمد شكري، وعندك هنقول بيكهام ونقول اشرف داري. جميل. هنقول نص الملعب ممكن نقول محمد مجدي قفشه، لان امام عاشور مش متواجد اليومين دول. هنقول عندك محمد بن رمضان، وعندك هيرو ديانج. نص الملعب. ده نص الملعب. عندك تريزيجيه، وعندك زيزو، وعندك محمد شريف راس حربه. محمد صبحي ولا محمد الشناوي؟ الشناوي طبعا. محمد صبحي ده مش في حالاته خالص. محمد هاني ولا عمر جابر؟ محمد هاني في الفتره الاخيره احلى وينج في مصر طبعا. وجهه نظري. وجهه نظري طبعا. الونش ولا اشرف داري؟ لا بصراحه الونش، بس هي الفكره ان الونش في فترته الاخيره الاصابات، فانا برضه هرجع لاشرف داري عشان الاصابات اللي كانت بتجي رباط صليبه والكلام ده. فانا بالنسبه لي اشرف داري، بس في الطبيعي انا شايف الونش، بس الاصابات هي اللي اثرت عليه. فانت تختار اشرف داري. بيكهام ولا حسام عبد المجيد؟ بصراحه حسام عبد المجيد لسه لاعب شاب وطالع متالق بصراحه. طب انت ايه رايك في بيكهام عامه؟ هو بيكهام كويس وكل حاجه، بس حسام عبد المجيد اكتسب خبره الفتره اللي فاتت دي كتير قوي، فانا بالنسبه له حسام عبد المجيد، واتمنى يجي الاهلي. بنتايج ولا محمد شكري؟ بنتايج. انت ايه رايك صحيح في بنتايج؟ لا ده لاعب عظيم بامانه الله، ومن احلى الصفقات اللي جابها الزمالك السنه اللي فاتت دي هو بنتايج، مفيش كلام. ديانج ولا العالمي دونجا؟ يا جدع عالمي يا جدع، انت بتهزر. ديانج طبعا. ودونجا ده ما تقارنوش بحد عامه، يعني دونجا ده بالنسبه لي مش لاعب، وكل وقت تسال اي واحد زملكاوي يقول لك يمشي ما يكملش، فانا بالنسبه لي ديانج طبعا. بس انا شفت امبارح جماهير الزمالك بتسقف له وبتدي له يعني دفعه معنويه، دي حاجه كويسه طبعا من الجماهير، دي حاجه منهم طبعا، بس انا اقول لك يعني لا طبعا مش هنخش في تفاصيل، فانا بقول لك ايلو ديانج طبعا، مفيش اي كلام. محمد شحاته ولا بن رمضان؟ مقارنه صعبه شويه. المقارنه صعبه طبعا، لان محمد شحاته متالق في الفتره الاخيره، ولسه جايب هدف في اول ماتش ليه في الدوري، هدف كويس جدا واقدر اقيمه 10 من 10. بس طبعا بن رمضان موهبه كبيره، فلا بن رمضان طبعا اكيد. انت متخيل ان بن رمضان هيتالق في كاس العالم للانديه؟ طبعا. بن رمضان من اول ماتش نزل اتاقلم مع اللعيبه، نزل عرف يأدي اداء كويس، وجاب جون في بورتو عالمي، فلا مفيش كلام. عبد الله السعيد ولا محمد مجدي قفشه؟ المقارنه دي صعبه جدا، والاثنين دول بيلعبوا في نفس المكان بنفس المركز. بص، هو عبد الله السعيد الفكره كلها ان هو كبر في السن شويه، فانا مش هقدر ادي لك حكم عليه بالظبط، بس عبد الله السعيد كان من احسن لعيبه في مصر لسنين طويله. محمد مجدي قفشه الفتره دي مستواه هابط خالص، مش كويس قوي. فانا بصراحه المقارنه دي صعبه شويه، مش هقدر احددها لك، بس طبعا القضيه ممكن بتاع قفشه دي غاليه عندنا في حته ثانيه، بس بصراحه عبد الله السعيد في فتره. لو قلت لك امام عاشور ولا عبد الله السعيد؟ امام عاشور باللعيبه بتاع مصر كلها عامه عموما، الفتره دي مصاب، فبرضه مش هقدر احكم عليه هيبدا الموسم باداء ازاي، بس طبعا امام عاشور مفيش اي كلام خالص. زيزو ولا ناصر ماهر؟ زيزو طبعا. ده يعني سالت اي زملكاوي يقول لك زيزو، بس هي الفتره دي عشان ما طبعا جادين منه عشان سابه ومشي، فطبعا زيزو احسن لعيب في مصر في الوقت الحالي، فطبعا زيزو مفيش مقارنه خالص. ايه رايك في هدف ناصر ماهر امبارح؟ هدف متوسط مش قوي يعني، خلي بالك. يعني لو هتكلم في هدف هتكلم الهدف بتاع محمد شحاته بتاع عمر الساعي ماشي مع المصري، ده هدف في حته ثانيه، احنا ممكن نقول احلى هدف في الاسبوع من قبل ما الدوري ما يكمل اصلا عامه، فمش هنتكلم في هدف ناصر ماهر جنبيه يعني خالص. تريزيجيه ولا شيكو باندا؟ تريزيجيه طبعا. من قبل ما اخش على فيديوهات واتفرج على شيكو خالص، انا بقول لك تريزيجيه في حته ثانيه خالص. تريزيجيه انت بتلعب لما منتخب مصر بيلعب بتلاقيه تريزيجيه الوحيد اللي بيلعب بقلبه، اللاعب الوحيد اللي في مصر كلها متعاطفه معاه. طبعا هي الفكره كلها ان احنا كنا مخنوقين منه في ضربه الجزاء اللي ضيعها قدام انتر ميامي، بس لا تريزيجيه طبعا في حته ثانيه خالص. تريزيجيه لاعب بيلعب فردي، يقدر يلعب فردي ويلعب جماعي، ولاعب يخش لك في العمق وبيعمل اللي انت عايزه كله خالص. فتريزيجيه. شيكو باندا اللاعب الجديد ده، شايف ان هو ممكن يتالق من المباراه الاولى مع الزمالك ولا انت ما اتفرجتش على الماتش؟ لسه اول حاجه انا الماتش بتاع الزمالك ما اتفرجتش عليه بصراحه، يعني شفت الملخص بتاعه بس، فشوكا انا مش هقدر احكم عليه، حتى لو ادى اداء كويس امبارح انا مش هحكم عليه الا بعد كام اسبوع عامه من اللعب معاه، وانا بصراحه لسه ما اعرفوش، واتمنى له التوفيق يعني بصراحه. محمد شريف ولا ناصر منسي؟ بص يا بصراحه المقارنه صعبه في الفتره الاخيره، يعني محمد شريف ده لاعب محبوب جدا عند جمهور الاهلي، ولاعب معروف انه بيخلص قدام الجون، وناصر منسي يعني هو كل اللي عمله الهدف بتاع افريقيا ده، يعني حطه في حته ثانيه عند جمهور الزمالك، وبصراحه المقارنه صعبه، فانا مش عارف اختار مين فيهم، الاثنين كويسين، ومش عايز اظلم برضه ناصر منسي خالص، بس انا كاهلاوي هقول لك محمد شريف بصراحه. بما ان الدوري بدأ، شايف الاهلي ممكن يروح فين والزمالك ممكن يروح فين بالصفقات دي وبالصفقات دي، وشايف بيراميدز ممكن يعمل ايه بعد اول ماتش لعبه؟ تمام. بص بالنسبه للاهلي احنا لسه مش هنقدر نحكم عليه لان المدرب لسه جديد خالص، احنا شفناه في كاس العالم وادى اداء كويس، ادى اداء هجومي، وكان بس كان في احسن من كده، كان في احسن من كده ممكن يأديه خالص.
بالنسبه لمدرب الزمالك نفس الكلام، ما نقدرش نحكم عليه من اول اسبوع. احنا ممكن نصبر ماتش 2 3 نقدر نحكم على المدرب بيقدر يعمل مع اللعيبه. بالنسبه لبيراميدز اللعيبه نازله، هي بطله افريقيا، هي اللي هتنزل تكسب الماتش، يعني هتكسب الماتش، وفي الاخر اتعادلت مع وادي دجله، لسه فريق صاعد، فكان يقدر انه يكسب ماتش 3 4 مرتاح. فلا بيراميدز لازم يركز اكتر من كده، لان هو كده هيدمر نفسه، وان هو رقم واحد في مصر والكلام ده بالاعلاميا اللي هو شغال فيها اليومين دول. فانا ممكن مش هقدر احكم على المدربين الا ما اصبر على كام ماتش بصراحه. في نهايه الحلقه تحب تقول حاجه لفريقك اللي انت بتشجعه؟ اتمنى له التوفيق، وانا عايزهم يركزوا اكتر، مش كل لاعب عايز هو اللي يجيب الجون، لازم يبقى اللعب جماعي، لازم الكل يبقى يلعب على الفريق ما يلعبش لنفسه. احنا شفنا الفريق في اخر كام ماتش، مش هتكلم عن الماتش اللي قدام، انا هتكلم عن ماتش كاس العالم. اول ماتشين ما كانش بيلعبوا جماعه خالص، كل اللعيبه كانت بتلعب لنفسها، وعايز يلعب، عايز يجيب جون، عايز يظهر اعلاميا. لا اتفرجوا على اخر ماتش، شوفوا انتوا لعبتوا ازاي، لعبتوا جماعي. اتمنى الفريق يلعب على كده، يلعبوا جماعي، يلعبوا الفريق، مش كل لاعب يلعب لنفسه. واتمنى التوفيق للنادي الاهلي في خلال الموسم ده. يعني مين اللي هياخد الدوري السنه دي؟ الاهلي، الزمالك، بيراميدز؟ الاهلي ان شاء الله. الاهلي مع صفقات يعني هتكسر مصر السنه دي. ما تنسوش تعملوا فولو